حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين. سنة عدت من حياتنا بكل الحلو والوحش اللي فيها. سنة جاية بكل خير وسعادة وهنا وفرح، متجمعين كلنا في الخير. كل اللي ليه حد بعيد عنه ربنا يجمعه بيه على خير. ربنا يا رب يقرب أي حد بعيد. ربنا يفرح كل الناس ويبارك في كل الناس اللي ما خلفتش في 2023 تخلف في 2024، اللي ما فرحتش في 2023 تفرح في 2024. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم دايما مع بعض بالود والحب، بع- بكل سعادة مع بعض. يا رب دايما تكونوا على خير، وتكونوا دايما متصالحين كده مع نفسكم ومع الناس اللي حواليكم، بدون نفاق بدون غل بدون حقد. يا رب تكون سنة خير وسعادة وتفاؤل ونجاح لكل اللي بيسمعني. يا رب الفيديو النهارده يعجبكم لانه بسيط جدا. حبيت خلاص اخواتنا المسيحيين هيفطروا من عدم وجود بروتين طول فترة الصيام. كل سنة برضو وانتم طيبين، لكل اخواتنا المسيحيين سنة حلوة عليكم ان شاء الله. واحنا دايما بنقدر على قدر الامكان نوفر لكم الفيديوهات البسيطة اللي تقدر تفيدكم طول فترة الغياب عن الأكل أو عن الأكلات اللي أنتم مش بتاكلوها. ربنا يتقبل منكم. معايا النهارده فاصوليا بيضة باللحمة بطريقة بسيطة جدا. هقول لكم ازاي تطلعوا مرقة أو شوربة لونها حلو وكمان طعمها مميز جدا. اول حاجه انا نقعت الفاصوليا البيضه من بالليل. كنت عندي ربع كيلو فاصوليا بيضه او حسب الكميه اللي انت عايزه تعمليها. بتنضفيها وبتنقي فيها اي حاجه مش كويسه، وبتبداي ان انت تغسليها طبعا غسله نظيفه وتنقعيها ليله كامله وتصحي الصبح تسلقيها. بتكون سهله معاكي في السلق وبتستوي معاكي بكل سهوله. هجيب لحمه احط حله على النار وهحط فيها معلقه سمنه بلدي، بتدي طعم حلو قوي. لو ما عندكيش تقدري تستغني عنها وتحطي سمنه عاديه. وهبدا ان انا اشوح اللحمه كده يمين وشمال لحد ما تاخد معايا صدمه وتاخد معايا لون. هنزل عليها بالتوابل الجافه، ورق لورا، حبهان، قرنفل، بصل وطماطمايه صغيره. وهبدا ان انا اشوح كده لحد ما اشم ريحه التوابل واللحمه تتحمر معايا او تاخد لون كده معايا، بيكون طعمها مختلف قوي. وهحط عليها بقى ميه سخنه، واكيد اكيد لازم ميه سخنه علشان احافظ على مسام اللحمه بتاعتي، وكمان اخد سوى واحد. وما ينفعش احط حاجه سخنه او حاجه واخده صدمه عليها ميه بارده، فهحط عليها ميه سخنه. وبعد كده اسيبها تغلي. وبحطش خالص اي نوع توابل بودره غير رشه صغيره من الفلفل الاسود. الملح بحطه لما اللحمه بتخش في 3 ارباع سوا، عشان ما ياخرش معايا. الملح بيأخر معايا سوى اللحمه، فبحطه قبل ما باجي اقفل عليها بربع ساعه، او قبل السوا بربع ساعة، قبل ما السوا يخلص بربع ساعة. هجيب حلة على النار احط فيها بصلاية، احط عليها فص ثوم متقطع مكعبات صغيرة او مهروس براحتك. اول حاجة بنزل بحتة من اللي هي الضاني كانت عندي او اي حتة دهنة، ومش عايزة براحتك حط معلقتين زيت معلقة سمنة. ابدا اشوح البصل لحد ما تدبل معايا وتصفر. هنزل عليها بفصين من الثوم المتقطعين او المهروسين، وهبدا ان انا اشوح البصلة تصفر. لسه هتبدا تخش في ان هي تصفر، انزل عليها بفصين الثوم. وبعد كده هنزل على بعصير باللحمه. ايوه، انا بحط اللحمه جوه الصلصه علشان تاخد طعم الفاصوليا وطعم الاكل اللي معايا. هشوح اللحمه في البصل والثوم. بعد ما خلاص استوت 3 ارباع سوا، اللحمه استوت 3 ارباع سوا يا جماعه، هبدا ان انا اشيلها واحطها على البصله بتاعتي واشوحها. وهبدا ان انا انزل عليها بالصلصه وبعد كده بالفاصوليا تستوي بتكون جميله. يا رب الفيديو اللي عجبكم، متنسونيش في اللايك والشير.